جربتي كل حاجه لاكسده البشره ومفيش اي حاجه جايبه معاكي نتيجه خالص، فانا في الفيديو ده جايبه لك الخلاصه. اكسده البشره بتحصل بسبب 3 حاجات مفيش غيرهم: دهون زياده تفرزها البشره وبتتفاعل مع الجو وبتتاكسد، بشره بتغمق، جلد ميت متراكم فاعل مع المنتجات السيئه اللي انت بتستخدميها، او شوارد حره موجوده جوه جسمك بسبب نظام الاكل السيء او نظام الحياه السيء. اثر على فكره على كل اعضاء الجسم، بس انت مش بتشوفي غير بيبان منها اللي هي بشره الوش. طيب وهنحل كل ده ازاي؟ اول حاجه هنظبط افراز الدهون في البشره عن طريق ان احنا نستخدم غسول كويس مناسب للبشره ينظف كل الدهون الزياده. ويا سلام لو في ساليسيليك اسيد، لو تحسسي من الساليسيليك اسيد مفيش اي مشكله، بس استخدمي غسول قوي ينظف بشرتك بعمق. الخطوه الثانيه يا ريت تعملي دبل كلينزنج لبشرتك على الاقل مرتين اسبوعيا. ظبط معاكي افراز الدهون جدا وشيل بواقي المنتجات اللي انت بتستخدميها جوه بشرتك. هدف اصلا ان احنا بشرتنا تكون نظيفه تماما. الروتين بتاعك سيرم نياسيناميد بنسبه من 5 ل 7%، مش اكتر من كده كبدايه. ولو سنك فوق ال 25 سنه هندخل الريتينول في الروتين بتركيز قليل وبالتدريج. الريتينول والنياسيناميد هيفرقوا جدا في افراز الدهون في البشره، وكمان هيجددوا خلايا البشره مع موضوع ان البشره تغمق، وهيفتحوا البشره مع الاستخدام. حاجه كمان هتظبط معاكي افراز الدهون، تشيل الجلد الميت ومش مكلفه خالص، هي ماسك الطمي من مره لمرتين اسبوعيا. بجد بيفرق جدا، نضيف البشره من الدهون والجلد الميت، وكمان بيقلل جدا من ظهور الحبوب، واوبشن كويس لو انت مش عايزه حاجه مكلفه قوي. تعلي الليفل اكتر في موضوع ازاله الجلد الميت وتفتحي كمان البشره. اعملي اكسفوليشن لبشرتك من مره لمرتين اسبوعيا باحماض الاي اتش اي، جلايكوليك ولاكتيك اسيد. بجد هتلاحظي ملمس البشره بقى انعم، افتح، وبيفرقوا جدا جدا في شكل المسام، وبتحسي ان بشرتك منوره. اوعي تنسي الترطيب، مرطب خفيف يكون جel كريم مفيهوش زيوت كتير، علشان نمنع ان يحصل اي التهاب او ان حاجز البشره يتاثر. اي التهاب هيحصل في البشره اعملي حسابك ان هو هيقلب بغمقان والنتيجه هتبقى عكسي. الترطيب يكون بالليل قبل النوم، بلاش تحطي مرطب قبل السان سكرين عشان ما يقلبش معاكي برضو بغمقان. ستان بلوك على بشره نظيفه تماما، يكون نوع خفيف فلويد او جيل كريم. في فيزيكال فلترز عامل البشره كويس، بلاش الانواع الشفافه لان هي غالبا هتغمق البشره. جدد السان بلوك كل ساعتين، نحط عليها مايسلر ووتر، نشيل بيها الطبقه القديمه ونحط طبقه جديده. هنظبط اكلنا، هنقلل النشويات والسكريات لانهم بيزودوا جدا موضوع الشوارد الحره ده. هنقلل جدا من الاكل الفرايد لان هو بيزود من افراز الدهون. دخل مضادات اكسده في اكلنا زي الفواكه الغنيه بمضادات الاكسده، الجوافه والبرتقال، وكمان مشروبات زي الشاي الاخضر والماتشا من اهم الحاجات اللي فيها مضادات اكسده. اما بقى يا ستي لو وشك باهت ومفيهوش اي نضاره، ده اللي احنا هنتكلم عنه الفيديو الجاي.